السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده الحمد لله الاوردر وصل لنا اهو. المنتج اللي هو المفروض هيمنع ريحه اي طيور عند حضرتك في البيت. لو حابه تصوريها تربيها في البيت هتمنع عنك اي ريحه. انا طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده لسه بفتحه مع حضراتكم. وده شكله معانا حبايبي اهو. تعالوا بس الاول نقرا الحاجات اللي عليه ونشوف ده مكوناته عن ايه. هو مكتوب عليه بيقضي على رائحة الأمونيا تماما، والمكونات مركبات صوديوم ومركبات كالسيوم، يعني ما منهاش أي ضرر يا حبايبي على الطيور بتاعتنا. وكمان هي مش للطيور بس، هي كمان الحيوانات الأليفة والأبقار والخرفان والحصينة والأرانب، زي ما موضح كده على الشكارة بتاعتنا. طيب هي واصله لي بكام؟ هي واصله لي بمصاريف الشحن 160. هي تقريبا عامله لوحديها من غير مصاريف الشحن 110 او 100، مش متذكره قوي بصراحه. دلوقتي انا هبتدي افتح الشكاره وهنشوف هنحط على المساحه بتاعتي دي قد ايه، ونبتدي نحط البط مع بعض ونحط لهم الاكل والميه مع بعض. بس حبايبي ده شكله من جوه، ده شكل المنتج بتاعنا من جوه. هبتدي اخد منه تقريبا على المساحه دي 100 جرام مش اكتر، لان الشكاره دي حبايبي بتقعد كتير ومده صلاحيتها كمان حلوه. بصوا انا خدت شويه صغيره خالص، وابتدي ارشهم على الارضيه كده في كل مكان فيها. طيب ده هنغير الفرشه بعد قد ايه، وهنحط تاني قد ايه؟ هنغير الفرشه بعد 3 ايام. يعني هو في السن ده كل 3 ايام بيتغير الفرشه تحتيهم، وبيتغير بتحطي الرش دوت كل 3 ايام. طيب حاجه تاني عن المنتج، ان لازم يتقفل كويس، ما ينفعش يتعرض للهواء، لو اتعرض للهواء يبوظ. طيب انا دلوقتي رشيت المنتج اهو في الارضيه كلها. هبتدي انزل لهم الاكل احط لهم الاكل بتاعهم كده، وابتدي انزل الميه. بسم الله. انا هنا كمان يا جماعه انا ركبت لهم لمبه صغيره خالص موفره، بس هي للاسف طلعت صفرة. يعني انا كنت جايباها على اساس ان هي بيضه، طلعت صفرة، فدي انا هغيرها بلمبه بيضه، لان هو الجو لسه حر ومش محتاجين حاجه تدفيهم. يعني انا بس محتاجه لهم اضاءه بس عشان بالليل. هبتدي انزل بالبط بتاعي كده. بسم الله. طبعا زي ما اتفقنا ان كل حاجه بنجيبها بنقيدها علشان نعرف في الاخر المكسب بتاعنا هيبقى ايه، يبقى صرفنا قد ايه ومكسبنا قد ايه فيهم. لو حابه تعمليه كمشروع، يعني انا النهارده قيدت اللي هو المنتج اللي انا جبته بالتاريخ، كل حاجه مقيداها كده بالتاريخ زي ما حضراتكم شايفين. حتى اليوم اللي مش بجيب فيه حاجه بعمل قدامه شرطه كده ان انا اليوم دوت ما حطيتش اي تكلفه. ده كان الفيديو بتاع النهارده حبايبي. لو عجبكم الفيديو فعلوا لي زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.